قديمة. طيب انت دلوقتي طبيبة ما شاء الله وشغلك دكتورة وتمام وكل حاجة، ايه اللي خلاكي بقى تحودي على الاذاعه؟ حضرتي عن المسرح كده. بصي طبعا احنا عارفين ما حدش بيشتغل بشهادته خلاص. طبعا ومحدش بيتعلم بس الا الطب يعني اكيد لازم يعني ماشي. بس عارفه انت احنا جيل الثمانينات اللي هو اهالينا ضحكوا علينا وقال لك ايه، هات مجموع كبير في ثانويه عامه وادخل كليه قمه عشان ترتاح. ايوه كليات القمه ولا حاجه بتضحك عليك يعني. ففي مرحله كده بيبقى انت عندك شغف في حاجه معينه او بتبقي حاطاها في دماغك كده انت حباها اصلا بالظبط. فانا كنت من ايام الكليه مثلا، انا اصلا بحب الراديو جدا من زمان، يعني اللي هو عارفه انا بذاكر وانا بسمع الراديو كده، يعني كائن ليلي تلاقيني قاعده بالليل بسمع الراديو في العربيه مثلا او في المواصلات بسمع الراديو كده. فمن ايام الكليه ابتديت اقول لزمايلي انا هطلع مذيعه، وطبعا خدت تريقه بقى اللي هو مذيعه ايه، خليكي في الهم اللي انت فيه يعني. طبعا مع الوقت بقى خلصت بقى الكليه وتخصصت بقى والماجستير وجمد والكلام ده كله، واتجوزت وخلفت وعملت اللي عليا. الحمد لله، سيبوني في حالي بقى. سيبوني في حالي بقى. طبعا لازم كل حاجه تبقى مبنيه على دراسه. فابتديت اخد كورسات بقى اذاعه ودوبلاج وحاجات زي كده عشان يبقى الموضوع ليه اسس يعني. وابتديت برضو اجرب بقى اماكن اللي هي راديوز اونلاين. زمان كان الراديو اللي هو موجه واذاعه وفي مكان معين، دلوقتي كله على مفيش تغطيه وكده. دلوقتي بقى طبعا اونلاين فبيوصل لاي حته في العالم في اي وقت. فدي سكه لطيفه انك توصلي لاكبر بتسهل اكتر بالظبط. فابتديت اروح في اماكن واعمل برامج واخد خبره. طبعا خدت خبره وبعدين بس مع الوقت حسيت ان ايه، لا انت في قيود عليكي في الاماكن دي بشكل او باخر يعني. فقررت ان احنا نعمل، احنا بتوع الراديو، وكان الهدف منها زي ما انت قلتي كده نرجع التراث بتاع الراديو زمان، اللي هو انت بتسمعي حاجه مفيده ومسليه في نفس الوقت، يعني مش بضيع وقت، يعني انا مش اي كلام برصه وخلاص. لا ده يعني خلاني يعني عايزه اسالك على البرنامج بتاعك انت اللي هو قال الفيلسوف. تمام. هل بقى انت عامله للراديو سياسه معينه او طعم كله كده، ولا برامج معينه هي اللي بتاخد الطابع ده بس؟ يعني بيبقى فيه تنوع بحيث ان احنا يبقى فيه كذا توبيك او كذا موضوع، بس في نفس الوقت تبقى حاجه هادفه، يعني مش لازم، يعني هتلاقي مثلا حاجه بتتكلم عن الرياضه، حاجه بتتكلم في قصص اطفال، هتلاقي حاجه عن السيره النبويه، يعني بتغطي كل الفئات، برامج يعني عن الشخصيات المؤثره في العلم وفي التاريخ وكده. كان في برنامج رعب لمحبي الرعب بقى والحاجات دي، انا من عشاق الرعب. ايه تاني، يعني عندنا تنوع في حاجات كتير. كان في امثال عربيه، هي رنا اصلا عراقيه، فكانت بتجيب الامثال العربيه وتشرحها. في برضه ميرنا شوارع لها تاريخ، بتجيب اسامي الشوارع او الاحياء وتقول لك اصل الاسم اتسمت كده ليه. في حاجات كتير بقى مش عايزه انسى حد يعني، بس اللي هو انت بتغطي مواضيع مختلفه عشان ترضي جميع الاذواق بالظبط، بس بطريقه برضه معاصره، عشان يخلي بالك برضه الشباب دلوقتي مش بيقروا قوي او مش مفيش ثقافه يعني. يعني حتى لما نزلنا سالنا الناس في الشارع اسئله ومعلومات، كان برنامج كده شبه عروستي كده، من كل 10 مثلا تلاقي 2 بيجاوبوكي. فمستوى الثقافي عندنا منحدر. لا مفيش، هم دلوقتي اخرهم يتفرجوا على فيديوهات بس. الهدف ان انا اوصل لك المعلومه بس بطريقه سلسه. انت ما بتقراش بتقرا على السوشيال ميديا، انا هطلع لك في السوشيال ميديا انا هجيب لك المعلومه لغايه عندك، فيسبوك، يوتيوب، اي حاجه هتلاقيني في وشك. طب انت كطبيبه ومذيعه ليه ما حبيتيش يعني انك تدمجي دول مع بعض، او تعملي برنامج طبي في مجالك مثلا، ويبقى فيه مكالمات ناس تسالك، يعني يبقى فيه تفاعل اكتر؟ بصي مش انا حبيت افصل شويه يعني. يعني ده ما يبقاش، انت شكلك عايزه تنسي انك دكتور اصلا. عايزه تهربي. لا انا بحب طب العيون بالذات، انا من اكتر الحاجات اللي كنت بحبها يعني، وجراحات العيون والكلام ده انا حباه جدا، وبحب حتى اللي هو تخصص